هاجر عافاك شرحي لنا اكثر على الفرق بين العقل الواعي واللاواعي. شوف، هو العقل اللاواعي ماشي كيخدم ضد منا، هو كيخدم وفق واحد الخريطه او واحد المسارات عصبيه اللي تكونوا ليه قدام عن طريق تجارب او جروح او صدمات، وحتى تكونت عنده معتقدات وافكار راسخه. نقدروا نشبهوه بحال الوالدين اللي كيخافوا على الابن ديالهم تجارب جديده. يعني هما عندهم واحد الخريطه ديال الدراسه، القرايه، انك خصك تقرا تنجح توظف، صافي هادشي اللي كبروا عليه وكيعرفوه. انت ملي كتجي مثلا داك الولد كيجي يدير داك الهوايه اللي بغا او يمشي في واحد المسار اللي باغيه هو، وبالنسبه لهم هما ما عارفينوش، كيشكل تهديد، كيحاولوا يمنعوه. وشكون اللي كينجح بطبيعه الحال؟ هو هذاك اللي كيتحدى بطريقه ذكيه داك المعتقدات والافكار ديال والديه، وكيمشي في طريق داكشي اللي كيبغي والشغف ديالو. وهذاك اللي كيبقى في بلاصتو هو اللي كيسمع لوالديه وكيطبق داك الخريطه القديمه ديالهم هما اللي كانت نافعه ليهم ولكن ما نافعاش ليه. فهمتوا؟ كنظن انكم فهمتوا الفرق. اذا العقل اللاواعي ماشي كيخدم ضدنا، هو كيخاف علينا من تجارب ما جربهمش من قبل. كيفاش تحاربي هاد الافكار او المعتقدات الموروثه اللي كتاثر بزاف على اختياراتنا وعلى سلوكياتنا، اللي كتبان يعني في التعاملات ديالنا، في علاقاتنا، في تخطيطنا وتفكيرنا في المستقبل واهدافنا. هي اننا نستعين بالعلاج المعرفي السلوكي TCC. يعني ديك الافكار نحاولوا اننا اولا نحددوها، نحللوها ونبدلوها بافكار ايجابيه، او عن طريق العلاج بالقبول والالتزام الACT، وهي اننا نتقبلوا ان داك الوالدين ديالنا او عقل اللاواعي ديالنا راه معانا باغي يخدمنا، غير خصنا اننا مع داك التقبل ديال ديك الافكار نمشيو فيغ القيم والاهداف ديالنا. نتقبلوا بان هذيك الافكار كاينه، نصالحوا مع جروحنا وصدماتنا، ولكن نفيزيو الهدف ديالنا بناء على القيم والاحتياجات ديالنا، ماشي بناء على الامور اللي موروثه عندنا. باش تكون نسخه انت نسخه يعني جديده وتكون فخور براسك في العام الجديد او في اي وقيته ناوي تبدا بها، هو انك تكون عندك اراده نابعه من الداخل على التغيير ورغبه في النمو والتطور. الا ما كانش هادشي راه واخا يجيك اللي كانوا يقدر يدير لك ماشي غير ورشه وحده دورات، ولكن انت لو مقتنعش داخليا انك باغي تغير وباغي تبدل شي حياتك راه ما تبدلش، باغي تبدل شي حاجه في حياتك راه ما تبدلش، اكيد اكيد اكيد. لهذا بدا فكر بعدا شنو باغي انت تكون، شنو القيم ديالك، شنو هما الاهداف اللي نسيتيها في خضم هاد الحياه وروتين الحياه، وبدا خطوه بخطوه خطوه بخطوه. يعني داك الاسلوب الحياه الجديد اللي كتقلب عليه راه ما يجيكش فجاه، خصك تبدا بروتين، بعاده، تغيير واحد ولو حاجه وحده. شتي تبدا غير تقرا 10 دقائق في شي كتاب ولا في شي موضوع، ولا تسمع بودكاست في شي موضوع اللي كيهمك اللي يقدر ينميك، هذه بدايه، هذه خطوه، شويه بشويه، وهكا اكيد اكيد تيقني غتكون احسن نسخه وغتغير.